أما أن تدعي حب إخوانك وموالاة السلفيين، ثم إذا ما اشتعلت نيران المعارك مع الباطل وأهله اختبأت خلف الجدران وتشاغلت عن معاركهم. لذلك معاشر الأحبة، إن مسألة نصرة المؤمنين بعضهم لبعض ومسألة عدم خذلان الحق وأهله مسألة في غاية الأهمية، وفي زماننا هذا تكاد تكون من أسس المسائل في الدعوة. ينبغي أن يتربى الطلاب والناشئة على نصرة الحق وأهله، وعن الذود عن حياض أهل الإسلام، ونصرة الدعاة وأهل العلم. ومن لوازم محبتهم أن تذب عن أعراضهم وأن تحمي حرماتهم. أما أن يتسلى الواحد بأنه من جملة أهل السنة فلا تجد منه نصرة ولا موالاة ولا صدا لهؤلاء الطاعنين في أهل السنة والجماعة. لذلك ينبغي علينا معاشر الأحبة أن نتعرف خطر التخاذل والخذلان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.